السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كشفت مصالح ولاية البليدة اليوم عن حصيلة عملياتها إلى يومنا هذا بإقليم الولاية، وحسب بيان تمكنت ذات المصالح من وضع حد لنشاط عدة شبكات إجرامية منظمة وتوقيف جميع أفرادها كانت تنشط بإقليم ولاية البليدة والمدن المجاورة لها، مختصة في حيازة ونقل وترويج المخدرات بشتى أنواعها، لا سيما المخدرات الصلبة كوكايين وإكستازي والمؤثرات العقلية. وفي هذا الصدد عاليت للجهات الأمنية 730 قضية، وحيز 18,188 قرص مهلوس، وأكثر من 3,600 غرام من الكيف المعالي، وأكثر من 3,360 من الكوكايين، ومبالغ مالية معتبرة من عائدات الترويج فيها السموم، مع توقيف 730 متورط تم تقديمهم أمام الجهات المختصة. وبخصوص جرائم السرقات، قامت الفرقة الجنائية وفرقة البحث والتحليل الجنائي العمليات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وبالتنسيق مع مختلف المصالح وباستعمال أحدث تقنيات البحث والتحري ومعالجة قضايا نوعية ووضع حد لعدة شبكات إجرامية مختصة فيها السطو على مساكن المواطنين وسلب ممتلكاتهم، حيث تم معالجة 12 قضية وتوقيف 25 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. ومن بين أهم القضايا النوعية التي تم حلها ما يلي: القضية الأولى الإطاحة وتفكيك جماعة أشرار قامت بسرقة مسكن بالكسر مستغلة ظرف الليل باسترجاع مبلغ مالي 220 مليون سنتيم وتوقيف 30 أشخاص وتقديمهم أمام النيابة. أصدر في حق متهمين أمر إيداع فيما استفاد المتهم الثالث من الرقابة. القضية الثانية الإطاحة بجمعية أشرار قامت بالتسلق إلى داخل المسكن واستعمال الكسر مستغلة باستعمال مركبة واسترجاع بسلاح ناري من الصنف الخامس بندقية مضخية وتوقيف الفاعلين الرئيسيين و6 أشخاص مشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. القضية الثالثة حل قضية السرقة من داخل المسكن واسترجاع المسروقات المتمثلة في 671 مليون سنتيم وكميات قدرت بحوالي 50 غرام من المعدن الأصفر مع توقيف الفاعلين وتقديمهم أمام الجهات المختصة. القضية الرابعة عالجتها فرقة البحث والتدخل تم من خلالها الإطاحة بجمعية أشرار قاموا بسرقة مسكن أين تم استرجاع مبلغ مالي محل سرقة والمقدر ب 353 مليون سنتيم و1000 دينار جزائري وتوقيف الفاعلين مع حيز كمية من المؤثرات العقلية كانت بحوزتهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. القضية الخامسة في عمليتين نوعيتين تم الإطاحة بشبكتين إجراميتين مختصيتين في سرقة الدراجات أين تم استرجاع 3 دراجات نارية مسروقة من بينها دراجة نارية كبيرة من نوع كوزاكي وتوقيف 5 متورطين قدموا أمام الجهات القضائية المختصة. وفي إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني تمكنت فرقة الاقتصاد والمالية من كشف مستودع سري مخصص لتخزين مواد منتهية الصلاحية ولغرض إعادة بيعها بعد تزوير تواريخ إنتاجها ونهاية صلاحيتها مستغلة من قبل شخصين مع حيز كمية معتبرة من المنتجات شبه الصيدلانية والتجميل والتنظيف بمختلف الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية. وقدرت الكميات المحجوزة ب 263 و44 وحدة بالإضافة إلى 950 كيلو غرام من معجون الأسنان أين تم توقيف 5 متهمين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. وبخصوص جرائم الحمل والاعتداء بالأسلحة البيضاء المحظورة عالجت ذات المصالح 148 قضية تم من خلالها حيز 53 سلاح أبيض محظور وتوقيف 165 شخص مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.